بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، مرحبا بك في الجزائر التي يشوهها البعض ظلما. نحن بلد الشهداء والضمير الحي، منبع الإسلام المعتدل الرافض للتطرف. هنا كنائس المسيحيين مفتوحة وحقوقهم مصونة بدستورنا وعقيدتنا الإسلامية السمحة. هذه الزيارة تسقط كل الأكاذيب وترد على من يريد النيل من وحدتنا. الجزائر آمنة لكل مؤمن وستبقى قبلة للحوار لا ساحة للصراع. بابا الفاتيكان، مرحبا بك في الجزائر بلد التسامح والاعتدال. من هنا منبع الإسلام المعتدل، نثبت أن للعالم جزائر يفتخر بها الغرب قبل الشرق. الجزائر تحترم المسيحيين، تضمن حريتهم كما يحترم مسلموها مقدسات الآخرين. هذه الزيارة تاريخية تؤكد أن الجزائر بلد الأمن والإيمان المشترك، أن الجزائر جاهد لأجلها المسيحي موريس أودان وفرانس فانون ومايو، ومات لأجلها المسيحي والمسلم واليهودي والشيوعي والدين واللادين فقط لأجل أن تحيا الجزائر. أي دستور، والجزائر كانت مسيحية قبل أن تكون مسلمة. وهذه الزيارة ستفيد الجزائر في المجال الاقتصادي بجلب السياح والسياحة والقوى الناعمة، ستفيد الدبلوماسية الجزائرية وقوة الدبلوماسية وقوة الدولة الجزائرية مستقبلا. مبروك على الجزائر هذا الإنجاز العظيم، ونتمنى للبابا الصحة ودوام الخير والسلام على الأمة الإسلامية والمسيحية معا.